تجمع بين الغارمين التقليديين اتحاد العاصمة ومضيفي نادي مولودية الجزائر لتسوية رصنامة الجولة 22. أجواء متميزة أزمة، ليس مجرد مباراة بل هو ملحمة كروية تصدر على المستطيل الأخضر وتروي على ألسنة أجيال، وهو صراع تاريخي تتقاطع فيه العراقة. نحن أقوياء، هذا هو عنوان هذه المبادرة المتميزة الأسبوع العالمي لكرة القدم قدمته الفيفا. هنا صورة تذكارية حاضرة، أول ديربي لهذا الحكم في تاريخ آخر، في صفحة أخرى من تاريخ هذا الديربي. على بركة الله الحكم أعطى إشارة انطلاقة تأتي المواجهة لمصلحة عناصر نادي اتحاد العاصمة والتغطية. حتى نقول جديد الكرة أخطأ مونتيكو من أمام بانغورا، هذه صعبة، هذه خطيرة لنادي مولودية الجزائر. محمد يلعب الكرة الطويلة السريعة من هناك ناحية أسامة، يلعب الكرة السريعة لكلاب وخروج موفق للحارس أسامة بامبوط. يبحث عن تقدم أسامة، وصلت لبوراس، وصلت من هنالك لبانغورا، يبحث عن التهديد والتسديد، والكرة الجانبية مباشرة إلى ضربة مرمى تحولت لمصلحة أسامة بامبوطة. يا بانغورا وصلت للمرور والتغطية عادت بالشكل اللازم لبانغورا داخل منطقة الجزاء. بانغورا يبحث عن التهديد والتسديد والارتباك في الخطوط الخلفية للاتحاد. لعبة قصيرة لبن حوا، 1-2 بينه وبين كيبري. جينو كيبري مازال، كيبري زينون مازال طبعا بالكرة، يجد الصعوبة في المرور لأسامة بن حوا، ملعوبة داخل منطقة الجزاء ناحية أيوب عبد الله، وأيوب غزلة إلى ضربة مرمى لمصلحة الحارس أسامة بامبوط. في أول كرة لم يكن متسللا أيوب عبد الله، طلب الكرة سلمها. يا سلام يا سلام على مشيد، يا سلام على ذا الفتى، البحث عن التهديد والتسديد. هذا استلم هكذا راوغ، لكن التسديدة لم تكن بالشكل اللازم، طالت وتحولت خارج رقعة أرضية الميدان. مرة أخرى يبحث عن المرور من أمام بوخنشوش، سريعة خطيرة على الجهة اليسرى على الأرضية داخل منطقة الجزاء. أهداف المباراة لمصلحة نادي مولودية الجزائر عن طريق بوراس، خادع الجميع وخادع دفاع الاتحاد، وأعلن عن أول أهداف في هذا الديربي العاصمي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اهتزت الشباك فاهتزت المدرجات، اهتزت الشباك فتقدم نادي مولودية الجزائر. هكذا كانت الكرة، هكذا مرر مروان خليف، وهكذا كان في المتابعة بوراس. تسديدة مرت من أمام دفاع الاتحاد، ترك دفاع الاتحاد يتساءل وين از ذا بول، الكرة في الشباك. سريعة خطيرة لغشاي طبعا مشيد، الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لعبت وصلت وما زالت للاتحاد، البحث عن التهديد والتسديد الأرضية داخل منطقة الجزاء. الكرة من عياد، والكرة خرجت قبل أمام صعود لاعبي الاتحاد في الخطوط الخلفية للمولودية، الإبعاد والتشتيت لاعبي الاتحاد في الخطوط الخلفية. الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ما زالت الخطورة قائمة. سالم بوخنشوش سريع على الرواق الأيمن لبن حوا، بن حوا يطلب رياضة حليمية، هاي كرة، هاي فرصة للثاني لمصلحة عناصر مولودية الجزائر داخل منطقة الجزاء، وعودة سريعة لمونتيكو، أنقذ الموقف من أمام هذا اللاعب بانغورا. مونتيكو أنقذ الاتحاد من تلقي الهدف الثاني ويسقط متأثر بإصابة. هاي الكرة، هاي المحاولة من محمد زقرانة، رضا ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ومونتيكو يقوم بمولودية الجزائر. على ما اعتقد اوقف اللعب لانها اشتعلت من جانب جمهور الاتحاد. الاتحاد ليس مجرد فريق. هذه صعبة، هذه خطيرة للمولودية لمهدي بوشري داخل منطقة الجزاء، التهديد والتسديد. يا سلام، ما زالت قائمة مستمرة الكرة، التهديد والتسديد مجددا. هكذا استلم مهدي، هكذا تعملق من هنالك أسامة بامبوط، وفي الثانية مرت سلامات محايدة على القائم الأيمن لمرمى الحارس الاتحاد أسامة بامبوط. يا سلام على هذا التصدي من أسامة. الصورة الجميلة العلوية لملعب 5 جويلية وللعاصمة الجزائر،
التي احتضنت اليوم هذا العرس الكروي الجزائري، ديربي العاصمي بين المولودية والاتحاد. كرة وخطأ أخير وفرصة أخيرة للمولودية مرفوعة داخل منطقة الجزاء، والرأسية من مسوسة والكرة طالت رائد مباشرة إلى ضربة مرمى. وفي هذه اللحظات أصدقائي المشاهدين الحكم السيد بوجمع الطاهر يعلن على نهاية هذا الدربي بفوز نادي مولودية الجزائر على الغريم التقليدي اتحاد العاصمة بهدف نظيف حمل توقيع بوراس عند الدقيقة 3.